السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا بخير. الصحه ديالكم مزيانه، كلشي هو داك. عندنا تصريحات اللي خطيره، توقفنا لمده ايام وبالتالي بغينا نرجعوا بقوه وخاصنا شويه الموتيفاسيون كما كنقولوا. المهم نبداو بشنو قال كازيميرو قبل مواجهه المنتخب المغربي، وايضا مدرب جنوب افريقيا كيفاش جرى. نبداو بالتفاصيل. اولا نبداو مع اسباس لاعب اسبانيا وسيلتا فيغو. ملي دوا على مباراه المغرب في المونديال قال لهم: كنت أتمنى أن تسجل إسبانيا، لكن مع إنريكي كنا نلعب بأسلوب محدود الغاية، وبالنسبة لي لم يكن لدينا خطة بديلة أمام المغرب. فعندما لم تسر الخطة الأساسية بشكل جيد، لم تكن هنالك خطة بديلة أو حلول أخرى للاعبين لمعالجة الوضع. صراحة تصريح صادم. وأيضا مدرب جنوب أفريقيا، وكما عارفين المغرب عنده مشاكل مع جنوب أفريقيا اللي هي صديقة وحليفة الجزائر. سمعوا مدرب جنوب أفريقيا شنو قال على المغرب، بحيث ما حاملناش. وقال هوغو بروس في الندوة الصحفية: لقد رأيتم ما حدث. المغرب تأهل بالفعل بعد أن لعب مباراتين فقط، وسمح له الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخوض مواجهة ليبيريا الطرف المستقبل في الدار البيضاء. كل هذا ممكن فقط في أفريقيا. إنه أمر لا يصدق. من المقبول عدم وجود ملعب جاهز في ليبيريا، لكن يجب أن تلعب في بلد آخر وليس في المغرب المتواجد معنا في نفس المجموعة. يعني السيد كيبين الحق ديالو، بحيث أن المنتخب المغربي كيحتل صدر هذه المجموعة، رصيد 6 النقاط، وضمان التأهل ديالو نهائية كأس إفريقيا بعد ما تم الإيقاف ديال المنتخب زيمبابوي والاستبعاد ديالو من المنافسة في هذه المجموعة. لكن التصريح المهم هو شنو قال كازيميرو على مباراة المغرب: نعرف أنها ستكون مقابلة جيدة، وستكون هنالك بعض الصعوبات والمشاكل، لأن المنتخب المغربي يلعب بطريقة جيدة ولديهم لاعبون جيدون وممتازون. المنتخب المغربي احتل المركز الرابع في المونديال الأخير، وقد قدموا أداء جيدا في تلك النهائيات، ومعظم اللاعبين يلعبون في نوادي أوروبية كبيرة. إنهم يلعبون بجودة رائعة، ومباراة يوم الغد ستعرف حضورا جماهيريا كبيرا. ونعرف أننا سنواجه بعض الصعوبات لأنها ستكون مباراة ممتازة من الجانبين. بالنسبة لأشرف حكيمي فلقد سبق ولعبت معه في ريال مدريد، وهو لاعب ممتاز. بالنسبة لكم التصريحات ديالهم، واش نقدروا نفوز على المنتخب البرازيلي بالطريقة اللي لعبنا بها في المونديال؟ وتهلاو في راسكم.